بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. مين أخذ قرار ينضم معانا لركاب الباحثين كل يوم عن رسالة من الله في القرآن؟ في شهر القرآن بنبحر في القرآن وراء العلماء والمفسرين والمتخصصين عشان نفهم كل يوم رسالة من ربنا تنصلح بها أحوالنا. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن هذا القرآن سبب، يعني عون، إن هذا القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فلن تضلوا أو تهلكوا بعده أبدا. وإحنا متمسكين يا سيدنا محمد وباحثين كل يوم في كتاب الله عن رسالة من الله. رسالة الله النهاردة إلى الظالم. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان خلق فيه من صفات ربنا، فخلق فيه الحق، وخلق فيه الرحمة، وخلق فيه الجمال، وخلق فيه حب الخير. وعشان الإنسان يقدر يظلم لازم يتخلص من هذه الصفات الربانية ويستبدلها بصفات وحشية عشان يدوس على رقبة اللي قدامه من أجل مصالحه، وبعدين يعيش حياته ويقدر ينام بعد كده وهو ضميره ساكت. وربنا سبحانه وتعالى سمى الإنسان إنسان من الونس، يعني إحنا دورنا في حياة بعض إن أنا أونسك وإنت تونسني. لما أظلمك أنا هبقى بهدد الأمان بتاعك، وده بيقدح في إيماني، لأن ربنا سبحانه وتعالى خلى سيدنا رسول الله يعرف الإيمان: المؤمن من أمنه الناس، والظالم اللي حواليه خايف منه، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والظالم محدش بيسلم منه. فالإنسان علشان يقدر يظلم بيتخلص من فطرته السوية الرحيمة اللي ربنا أودع فيها من صفاته عشان يقدر يدوس على اللي قدامه، وبكده الإنسان بيعيش عكس إنسانيته. احنا جينا الدنيا ربنا بيقول: قد أفلح من زكاها، يعني طهر نفسه وارتقى بيها حتى يلقى الله بقلب سليم. الظالم عمال يدس: وقد خاب من دساها، أي أسكت الضمير وأتلف هذه النفس السوية اللي ربنا خلقها. والظالم مش قتال القتلة اللي بينهب أموال الناس وعمال يضحك ضحكة كلها خبث كده زي ما بنشوف في الأفلام، أكيد ده ظالم. لكن القرآن دخل بيوتنا واتكلم عن الولد اللي بيظلم أبوه وأمه، والأهل اللي ما بياخدوش بالهم من عيالهم وبيظلموهم في التربية، واتكلم عن التاجر اللي بيظلم الزبون ويضحك عليه، واتكلم عن الموظف اللي عايز ياخد حقه ومش مهم مصلحة الشركة. اتكلم عن أصناف الظالمين. وأنا بحضر الحلقة وقفت عند تفسير لسيدنا ميمون بن مهران وهو بيقول: إن الرجل ليصلي وهو يلعن نفسه، يقرأ في القرآن: ألا لعنة الله على الظالمين، بيقراها وهو ظالم لأقرب الناس إليه. قلت لا، نتوقف وندور على رسالة ربنا سبحانه وتعالى في القرآن للظالم عشان ننقذ نفسنا في رحلة الحياة من ظلمنا لبعض. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. ممكن تلاقي كلام ربنا في رسالته في القرآن للظالم كلام فيه حزم، لكن الحزم لما يكون لردع إنسان بيفسد في الأرض وبيظلم دي حنية من ربنا سبحانه وتعالى. إن الكلام يكون قوي لإنسان بيأذي في الدنيا علشان يرجع عن أذيته للناس وظلمه ليهم، عشان لما يقابل ربنا محدش يبقى ليه في رقبته حقوق، دي رحمة من ربنا هتتلمسها في رسالة الله سبحانه وتعالى في القرآن إلى الظالم.
التعدي على الحقوق اتسمى ظلم لأنه جاي من الظلام، لأن الإنسان علشان وهو ربنا خالق فيه الرحمة عشان يقدر يظلم لازم يضلم فطرته، لازم يحط إيده كده على مشاعره عشان يعرف يدوس على الناس. عشان كده سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال الظلم ظلمات في الدنيا، في الفطرة، وفي الآخرة ظلمات يوم القيامة. وربنا في القرآن بيقول للشخص الظالم انت حطيت ايدك على فطرتك كده عشان تظلم. بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم. الإثم يعني الظلم، وأنتم تعلمون. انت عارف، شوف ربك اللي شايف قلبك من جوه، شوف وأنتم تعلمون دي، انت عارف انك بتعمل حاجة ما تحبش تتعمل معاك في الدنيا، وانت بتاكل مال الإنسان ده ظلما. عشان كده انت رحت استعنت بحد ايده طايلة عشان تدوسوا عليه، وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. كأن ربنا بيقول له انت أول حاجة بتعملها علشان تظلم انت بتسكت ضميرك الأول. ويقولها ربنا سبحانه وتعالى تاني في آخر القرآن في سورة المطففين الظالمين. السورة كلها بتتكلم عن الآخرة والجنة والنار، بدأت بالظلم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس لما ياخدوا حقه يستوفون، وإذا كالوهم أو وزنوهم لما يدوا الحقوق يخسرون. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فالمفسرين بيقولوا الظالم ده لو مش مؤمن بالآخرة ماشي، لكن لو مؤمن بالآخرة هو بيتناسى الوقفة بين يدي الديان عشان يقدر يظلم. فربنا بيقول له أنت ناسي أنك هتتحاسب؟ ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. المطفف ده اللي بياخد حنية من أبوه وأمه ويدي جفا وأسوأ، الموظف اللي بياخد مرتب ومش بيدي شغل، الصاحب اللي بياخد بوفاء وجدعنة من صاحبه ويدي غدر في ظهره، كل ده ظلم ما بيعرفش يعمله الإنسان. في رسالة ربنا للظالم في القرآن يقول له مش هتعرف تعمله إلا لما تحط إيديك على فطرتك الأول، تطفي فطرتك عشان تعرف تظلم. وأسمع القصة دي من كذا بيت، إن يبقى فيه واحد مريض في البيت ده ومحتاج ممرض هو اللي يديله الأدوية ويرعاه بشكل معين عشان يقدر يتعافى بسرعة. يجي الممرض ده ويبدأ يديله أدوية تهد حيله، عشان الممرض ده بياخد يومية 400 ولا 500 جنيه. فبدل ما المريض يقعد شهرين 3 يقعد 6 شهور 7 شهور واليومية بتعد. ده ظلم. قلبه كان فين وضميره كان فين وهو بيدي الدواء للراجل عشان يهد حيله؟ ربنا سبحانه وتعالى في رسالته إلى الظالم بيقول له أنت عشان تعرف تفتري كده لازم تحط إيدك وتسكت ضميرك وتظلم هذه الفطرة الإنسانية. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم
وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. ويخش القرآن برسالة الله للظالم لبيوتنا عشان يقول للراجل اللي بيظلم مراته خد بالك انت بتطفي فطرتك الجميلة بالظلم ده. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. ما قالش ظلم مراته رغم أنه بيظلم مراته، بس قال ظلم نفسه. ولا تتخذوا آيات الله هزوا. العلماء بيقولوا الشخص اللي بيقعد يقول لمراته مش مطلقك، لا هعيش معاكي عيشة طبيعية ولا هطلقك عشان تشوفي حالك، هسيبك زي البيت الوقف. اللي بيعمل كده ده اللي هي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. زمان كان الواحد يقعد يقول الحمد لله أنا النهاردة نيمت مراتي وعيالي مبسوطين، الحمد لله النهاردة فسحتهم، الحمد لله النهاردة جبت لهم لبس العيد، فينام وهو دماغه على المخدة فرحان إنه كان مسؤول عنهم بالخير. لكن لما يمسك مراته ضرارا ليعتدي يبقى فرحان إنه بهدلها قدام الناس، يبقى فرحان إنه بقاله 3 شهور ما بيكلمهاش وسايبها زي البيت الوقف. دي لخبطة في الفطرة. بدل ما يعيش قصة حب جميلة أو يفارق بمعروف، ده بقى نشوته في إنه يدوس عليها. عشان كده ربنا بيقول ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. فين الفطرة اللي حولت الإنسان من إنسان بيعطي الحب لعدو ما عندوش أي مشاكل إنه يظلم ويقهر ويخلي الناس تبات وهي دمعتها على خدها؟ رسالة ربنا للظالم في القرآن فيها حزم لكنها حب من ربنا عشان ما يقابلش ربنا وعلى كتافه كل الأوزار دي. مش بس كده، ده حصل تصاعد في الألفاظ، في ألفاظ ظلمانية الفطرة. ربنا بيقول في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. جاب القتل بعد الظلم، وكأن ربنا في لفتة قرآنية بيقول للشخص اللي استباح أموال الناس خد بالك أنت ممكن تستبيح أرواحهم عشان مصلحتك بعد كده. وشوف جمال القرآن لما ربنا يقول بعد الظلم وأكل أموال الناس بالباطل ولا تقتلوا أنفسكم، كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أنت ممكن تكون ما قتلتوش لما ظلمته، ما قتلتوش يعني موتته، لكنك موتت الطموح جواه لما ظلمته، موتت ثقته في الناس وهو بيتاجر مع الناس بعد الظلم اللي حصل بينك وبينه في التجارة وخليت الحياة سودة في وشه. أنت ما قتلتش جسده لكن قتلت روحه ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا. سبحان الله. على النقيض الناحية التانية أنا دايما بفتكر القصة دي، قصة الشخص اللي كان متجوز ست من وهو صغير وهو في بداية العشرينات، كبرت معاه وكبرته وساعدوا بعض لغاية ما بقى في منتصف الأربعينات غني ومليونير. لكنهم اختلفوا مع بعض، ولما اختلفوا مع بعض جابها قدامها وقال لها تعالي نقعد 3 شهور نحاول نستثمر في العلاقة، والله قدرنا نكمل الحمد لله، ما قدرناش هننفصل. والمؤخر اللي كان مكتوب آلافات صغيرة وأنا صغير شاب صغير هديكي 10 أضعافه لأنك أنت اللي عملتي الكلام ده ووقفتي في ظهري. شوف الفرق ما بين ده وما بين ده. عشان كده كان لازم ربنا سبحانه وتعالى تبقى رسالته في منتهى الوضوح في القرآن. ما أجمل القرآن اللي دخل بيوتنا ودخل أشغالنا ومحلاتنا عشان يقول للظالم أنت مش هتعرف تظلم إلا لما الأول تضلم وتستر وتحجب هذه الفطرة الإنسانية الرحيمة. لو طغى جشع النفس البشرية وتضخمت ذاتها، الإنسان ما بيشوفش في الكون إلا نفسه، بيشوف حقه فوق كل حق، وبيشوف رغباته ما تقفش قدامها المبادئ. بيحكي لنا القرآن قصة ظلم ما بين أخين، هدم الظلم كل ذكريات الأخوة وروابط الدم اللي ما بينهم، فوقفوا يتحاكموا قدام سيدنا داود. ربنا بيقول
إن هذا أخي، المظلوم اللي بيتكلم، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. الأخ الأغنى بيتاجر في النعاج والأغنام، عنده 99 نعجة، ومش سامح لأخوه التاجر البسيط إنه يتاجر في نعجة واحدة، فقال له تديني النعجة بتاعتك ومن خلالي يوصلك الرزق. قمة الظلم، بيتكلم كأنه هو إله الأرزاق ومالك خزائن الأموال. وسيدنا داود ربنا سبحانه وتعالى يبت على لسانه رسالة من ربنا سبحانه وتعالى، قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. بيقولوا ده ظلم، ودي مش مشكلتكم انتوا لوحدكم، دي المشكلة الأزلية ما بين ناس كتير بدأوا الشراكة بتاعتهم، الشراكة العاطفية أو شراكة الأموال بالنية الصادقة والاتفاق على المنافع المشتركة، وبعدين واحد منهم استسلم لمطمعه فسحق حق اللي قدامه تحت عجلات قطار البغي والظلم. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. ورا جدران البيوت في قصص مظالم كتيرة، ولد وبنت اتربوا أحسن تربية، أخذوا قسط وافر من الرعاية النفسية والمالية والصحية من أهاليهم، ولما كبروا ظلموا أهاليهم في أبسط معاني البر والمودة والحب والوقت. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. قدام القاضي الست بتصرخ بتستنجد بالقاضي بسبب ظلم جوزها ليها، ظلم مالي وظلم إنساني، بعد ما أفنت حياتها في تربية عياله ورعاية مصالحه، لكنه استسلم لشهواته ومطمعه ورماها. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. على أسرة المستشفيات بيرقد التاجر الصدوق الأمين اللي بينازع آلام القهر من شريكه الخائن، اللي انتهز نية التاجر الصدوق الأمين الطيبة وأكل حقه وحق عياله. وهذا الخائن دبح ضميره بسكين بارد حتى يرى أطفال صاحبه وشريكه الأمين ده وهم بيئنوا بسبب أنه ظلمهم وسلب حقوقهم ولا يتحرك. وإن كثيرا من الخلطاء لا يبغي بعضهم على بعض. لكن سيدنا داود قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. مش كل الناس، في ناس بتنصر الحق والحب والخير والجمال، موجودين في كل زمان ومكان، أتباع الأنبياء ووراث الحق من ربنا سبحانه وتعالى، وعشانهم ربنا خلق الجنة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. آمنوا إن هم بكرة هيقفوا بين إيدين ربنا سبحانه وتعالى في يوم ربنا سماه يوم الحق، ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. آمنوا إن مقام الإنسان بكرة بين إيدين ربنا على حسب إنسانيته في الدنيا، وإن الخاسر هو اللي أخسر ميزان الحق والعطاء والحب والخير والجمال اللي اتبنت بيه الأكوان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. هؤلاء الناس الصالحين كان هدفهم يطلعوا بعمل يقابلوا به ربنا سبحانه وتعالى. هذا العمل أن يلقوا الله عز وجل وليس في رقابهم حق العبد من عباد الله. وهل هناك عمل أعلى مقام أنك تخرج من دنيا الناس وعالم التنافس على الأرزاق وأنت مش محقوق لإنسان في يوم لن يكون فيه القصاص إلا بالحسنات والسيئات، ومش هنسمع من الناس إلا كلمة واحدة: حقي حقي، نفسي نفسي. رسالة من الله، رسالة من الله. وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب
بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا. وينتقل ربنا سبحانه وتعالى في رسالته للظالم في القرآن لمرحلة الردع. أيها الظالم كما تدين تدان. ويقسم القرآن لينا الظالم لنوعين: ظالم فيه خير، وظالم مفتري معرض مش عايز يستجيب لربنا ولا يشفق على الناس اللي بيظلمها. الظالم اللي فيه خير ده ممكن ربنا يدوقه من جنس الظلم حتى يرجع فيتوب قبل ما يقابل ربنا. أما الظالم اللي ما فيهوش خير المعرض المفتري فهيكون عبرة في الدنيا لمن يعتبر. في رسالة ربنا سبحانه وتعالى للظالم اللي فيه خير، اللي ربنا قال له كما تدين تدان علشان ترجع، حكى لنا ربنا قصة سيدنا يوسف واخواته اللي ظلموه وهو اللي مسك في رضا ربنا سبحانه وتعالى. وشوفوا ربنا سبحانه وتعالى بيحكي لنا قصة سيدنا يوسف كم ظلمانية الروح عشان يقدروا يظلموا. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخلو لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة كأنها يريحون منه إن كنتم فاعلين. بعد الاتفاق على القتل أو إن هم يرموه في البير ناموا إزاي؟ يعني حطوا دماغهم على المخدة لتاني يوم إزاي؟ وبعدين قالوا له يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون. شوف كم الكذب اللي في القصة وكم الادعاء والتمثيل. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. بعتوا أبوه معاهم، عملوا اللي عملوه في سيدنا يوسف ورموه في البير. وربنا يقول إيه؟ فلما ذهبوا به وأجمعوا، كأن حصل تردد فأحد قعد يشجعهم لغاية ما اتفقوا تاني عند البير. عمالين يطفوا في الفطرة، يظلموا في الفطرة عشان يعرفوا يرموا أخوهم اللي من لحمهم ودمهم في البير. وبعدين بص بقى هذا الفاصل من التمثيل: وجاءوا أباهم عشاء يبكون قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. أنت مش مصدقنا صح؟ أنت عارف أنت اللي متلخبط ومش عارف يقول إيه، لكنه عمال يحاول يجي على نفسه عشان يكمل التمثيلية. وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. فقال لهم سيدنا يعقوب بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. وعدى أكتر من 20 سنة سيدنا يوسف في ارتفاع وهم في انحدار، بيدوقهم ربنا من جنس اللي عملوه. زي ما اترمى في البير وإيديهم هي اللي كانت فوق عمالة تزق، دلوقتي إيديهم هتبقى تحت وهو اللي إيديه فوق. فلما دخلوا عليه بعد 20 سنة وافتقروا واتبهدلوا، والقرآن ساب لك القصة تتخيل اللي حصل لهم في الآيتين اللي جايين دول. فلما دخلوا عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة، يعني فقراء قوي، فأوفي لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ الجهل إن هو التعدي على الحقوق. قالوا أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتقي ويصبر على الظلم ده فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. هم في انحدار بيدوقوا من جنس الرمي تحت، هم فضلوا تحت، وهو ربنا علاه سبحانه وتعالى عشان يقول لهم كما تدين تدان، لأن كان فيهم خير وتابوا في آخر حياتهم واتجمعوا مع سيدنا يوسف. ورجع سيدنا يعقوب لأن ربنا أراد أن يتوب عليهم لأن فيهم خير. فالشخص اللي فيه خير لكنه ظلم مظالم في حياته، من رحمة ربنا عليه زي ما ربنا قال لنا في رسالته إلى الظالم، من رحمة ربنا أن يدوقه من جنس المظالم دي.
لعله يتهز ويدوق ألم الظلم فيرجع للناس حقوقها قبل ما يروح لربنا فيحشر في ركاب الظالمين. قد إيه الكلام حازم وواضح لكنه حنين من ربنا سبحانه وتعالى. وقد إيه القرآن فيه تفسير لأحداث كتيرة ممكن تمر بإنسان ومش عارف هي ليه بايظة معاه كده، وممكن يكون في حياته مظالم محتاج يراجع نفسه ويطبطب على الناس اللي ياما جرحهم ويرجع فلوس ياما سرقها لو كان يقدر. كما تدين تدان، دوق من جنس الظلم لعلك تعود لو كان فيك خير. دي رسالة الله عز وجل للظالم اللي فيه خير. أنا بعتبر الظالم العملية بالنسبة له فكها وحلها بسيط مع فداحة الصفة. الموضوع ببساطة بالنسبة للظالم، قيس الموضوع على نفسك، هتقبل ولا لأ. عشان كده هتلاقي أغلب الظلمة مش معترف بالظلم ده وما بيدلوش مسمى الظلم. هتلاقي عنده دايما مبررات للظلم ده. زي ما قلنا، زي ما اتفقنا، هو مش مسميه ظلم، دي حاجة، هو مسميه خير أكبر. لا، الناس مش فاهمة وعنده دايما مبررات لقصة الظلم ده. زي النهارده في الظلم بياخد أشكال كتيرة قوي في حياتنا، زي الظلم المالي، الظلم المهني، فكرة الترقيات وتفويت حد، عدم المعاملة بالمثل، الظلم مع الأولاد، الظلم مع الزوجة، الظلم مع الزوج، فكرة اللي أنا ممكن يسري عليك وما يسريش عليا. الظالم صعب يفوق قوي عن ظلمه إلا لو الموضوع حصل معاه بشكل مشابه قوي، موقف بالظبط. انت النهاردة ظلمتني في الشغل، وقع عليك نفس شكل الظلم ده، ساعتها احتمال يفوق، أو لو حصل مع حد قريب منه قوي، لأن الشخص ده معاييره عامة مختلة. المعايير عند الظالم معايير مختلة، بيبرر لنفسه لكن بيستبيح الغير. فكرة التبرير للنفس والاستباحة للغير دي اسمها معايير مختلة. المعايير ما بتنضبطش إلا والموضوع حصل معاك بشكل مشابه قوي والمشهد تكرر. أما في رسالة ربنا للظالم اللي ما فيهوش خير، اللي ربنا بعت له أحداث كتير في حياته تخليه يتوب لربنا ويرجع الحقوق للناس المظلومة لكنه مش عايز، معرض، مفتري، ربنا قال له كما تدين تدان، لكنك هتبقى عبرة عشان الناس ما تتفتنش في دينها، وعشان الناس تشوف إن اللي بيفتري على الخلق في حقوقهم المالية أو في حقوقهم الجسدية أو في أعراضهم، ربنا لا يحب الظلم ولا يحب الظالمين. وحكى ربنا سبحانه وتعالى عن ظالم مش عايز يرتدع، اسمه فرعون، أشهر مثال للظلم في القرآن. فرعون ما كانش ظالم لسيدنا موسى وبني إسرائيل بس، فرعون كان ظالم لمراته. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. فرعون ربنا بعت له سيدنا موسى بالقول اللين لعله يتذكر أو يخشى، فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى. ربكم والأعلى كمان، إن في ذلك لعبرة لمن يخشى. ربنا بيحكي القصة بيقول وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا، الظلمه وعدوا، حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. فرد عليه ربنا قال الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. كأن ربنا بيقول له يا فرعون ويا كل إنسان عمال تظلم في اللي حواليك، وبالذات لو كانوا مقربين، خد بالك، هبعت لك رسائل كتيرة، لكن لو فضلت كده كما تدين تدان لتكون عبرة. لكن في رسالة ربنا للظالم في سؤال، طب يا رب ما أنا في واحد ظلمني وأكل مالي ولا بهدلني قدام الناس وشايفه عمال يعلى في الدنيا، فين يا رب الكلام اللي في رسالتك؟ فيجي فك للإشكالية دي في رسالة ربنا للظالم.
أن الدنيا ليست مقياسا. ربنا قال كده، قال ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، يوم القيامة. وقال ربنا سبحانه وتعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات، ناس المفترية، أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. لا يمكن الإنسان اللي بيفتري على الخلق ربنا يساويه مع الإنسان الطيب اللي بيدي الحقوق، سواء المحيا والممات. وأكتر حاجة بيدفعها تمن الظالم في الحياة أنه بيحجب عن القرب من الله. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. الظلم حجاب في الدنيا ما بين الظالم وما بين مقامات القرب والقرب والمعية مع ربنا سبحانه وتعالى. عشان كده لو واحد مننا متلخبط وشايف حد ظلمه وماشية معاه في الدنيا، الدنيا ليست مقياسا، لأن الحياة على حقيقتها سنتي في الأول كده اسمه الدنيا، وباقي المليار كيلو في الآخرة. والآخرة أشد عذابا وأبقى للناس اللي مش كويسة، والآخرة خير وأبقى للناس الطيبين. يا رب الكون ويا عالم بدقة قلبي والأنفاس، سنين وسنين وأنا ظالم ومن ظلمي تعبت خلاص. يا رب الكون ويا عالم بدقة قلبي والأنفاس، سنين وسنين وأنا ظالم ومن ظلمي تعبت خلاص. حياة كاملة وبحياة متاهة بلف جواها، حقوق الخلق بنساها وبظلم نفسي قبل الناس. ووعد ربي في كتابه يسامح كل من تابه، وردوا الحق لأصحابه وبعدوا عن شيطان خناس. يا رب الكون ويا عالم بدقة قلبي والأنفاس، سنين وسنين وأنا ظالم ومن ظلمي تعبت خلاص. قد إيه القرآن جميل وبيطوف بينا في العصور. دخلنا بيت فرعون عشان نشوف ظلم فرعون وصبر مراته، ودخلنا بيت سيدنا يعقوب عشان نشوف ظلم إخوة يوسف وصبر يوسف وإزاي ربنا على مقامه وهم في الآخر احتاجوا له. قد إيه القرآن سهل لو اتفتح بعقلية الباحث عن الرسالة من الله، يفك لك إشكاليات كتيرة ويحكي لك قصص تشبه حياتك، ويصبرك على ما أنت فيه من تحديات الحياة، ويشجعك على ما أنت فيه من خير. ربنا سبحانه وتعالى مكمل معانا القرآن في رسالته إلى الظالم في الكلام الرادع، واللي بيحبنا وبيخاف علينا لما نغلط يردعنا بحب عشان نرجع وإحنا لسه في دار العمل، لأن غدا حساب ولا عمل. ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. راح بينا القرآن في رسالته إلى الظالم للآخرة. هما نوعين من الظالمين: ظالم تاب إلى الله لكنه ما عرفش يرجع الحقوق، عجز عن إرجاع الحقوق وهنختم بيه. وفي ظالم عاش ظالم ومات ظالم وبعث مع الظالمين. هنا ربنا بيكمل لنا الآية بتاعت سورة إبراهيم: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. الحالة دي هي حالة المظلوم في الدنيا اللي ما كانش مصدق إن في حد مفتري أو قاسي كده. مهطعين يعني باصين برؤوسهم لفوق كده، مقنعي رؤوسهم يعني من كتر الرعب نازل برقبته لتحت وباصص لفوق، مقنعي رؤوسهم فليست لهم رقبة، لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، كناية عن شدة النبض والحركة. كأن ربنا بيقول اللي عملته فيه في الدنيا
فما كان مستغرب من قسوتك عليه وأكلك لحقه وأنت مش فارق معاك، ده اللي هيحصل يوم القيامة. وأنا تاني هفكر نفسي دي حنية من ربنا إنه يصور المشهد ده عشان الواحد يرجع لو كان ظالم أبوه ولا أمه ولا شريكه ولا مراته ولا حتى حد ما يعرفوش، ويتجمع الناس اللي ليهم حقوق ويطلبوا حقوقهم من حسنات الشخص ده. قال تعالى: قل اللهم، سورة غافر، شوف سورة غافر فيها إيه: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. هو ما كانش متصور إن ربنا هيبقى جنب المظلوم بالطريقة دي ويجيب له حقه كامل يوم القيامة، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. وده اللي سيدنا رسول الله في السنة، لأن السنة مكملة للقرآن، سماه المفلس وسأل الصحابة: أتدرون من المفلس؟ فقالوا الراجل اللي معهوش فلوس، فنقلهم إن المفلس هو الظالم. لكن سيدنا النبي كلامه في منتهى الدقة، قال لهم الظالم ده اللي عمل أركان الإسلام، قد أتى بصلاة وصيام وصدقة يعني زكاة وحج، وقد أتى وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا فيأخذ هذا وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. شوف ده الفلس اللي النبي بيقول عليه، ده الظالم اللي عاش ومات ظالم ومش عايز يتوب. أما صاحبنا اللي ظلم في الدنيا وحاول يتوب لكن اعتذاره ما لم يقبل من الشخص اللي ظلم، أو حاول يرجع الحقوق ما لقاش الناس اللي خد منهم حقوقهم، بذل أقصى ما يمكن فربنا سامحه، لكن المظلوم ما سامحوش وجي يوم القيامة يقول له ربنا حقي. ربنا سبحانه وتعالى بيقول: إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. كأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول: أنت حاولت، أنا هسامحك في حقي، لكن حقوق الناس قال فيها صلى الله عليه وسلم وهو بيفسر مسامحة ربنا للشخص ده، العلماء سموها تحمل التبعات. يعني إيه تحمل التبعات؟ ربنا هيراضي المظلوم لأنك كنت صادق في توبتك. قال صلى الله عليه وآله وسلم بعد ما ضحك وسألوه: بتضحك ليه؟ قال: من رجلان يأتيان يوم القيامة جثيا على الركب، قعدوا على الأرض، فقال المظلوم لله: يا رب خذ لي حقي من أخي. قال: أعطه حقه. قال: يا ربي ليس لي حسنات لأعطيه. فبكى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن هذا ليوم يتمنى أحدهم أن يتحملوا أوزارهم عنه، يا ريت لو حد يشيل عني، مش هديك كمان من حسناتي. فقال رب العالمين للمظلوم: انظر. فنظر في الجنة فإذا قصور ومدائن من ذهب وفضة. قال: يا رب لأي نبي هذا؟ لأي صديق هذا؟ قال: لمن يملك الثمن. قال: ومن يملك الثمن؟ مين معاه فلوس للأماكن للمدن الذهب دي؟ قال: أنت إن عفوت عن أخيك. قال: قد عفوت. يا سلام، يا ريت قد عفوت عن أخي، مهما اداني من حسناته ما يدخلنيش في الحتة الحلوة دي، قد عفوت عن أخي. قال: خذ بيد أخيك وادخل الجنة. اسمها في الشريعة دي تحمل الله للتبعات، الله يشيل عنك ما دام أنت تبت لكنك عجزت عجز حقيقي عن رد المظالم. دي كانت رسالة ربنا سبحانه وتعالى للظالم: يا أيها الظالم مش هتعرف تظلم إلا لما تغطي فطرتك وتضلمها عشان تعرف تقسى على أخوك الإنسان بالطريقة دي. يا أيها الظالم لو فيك خير هتدوق من جنس الظلم عشان ترجع كما تدين تدان. يا أيها الظالم لو مش عايز ترجع قد تكون عبرة في الدنيا، ولو ما كانش عبرة الآخرة أبقى عند ربنا سبحانه وتعالى. ومن تاب يتوب ربنا عليه ويتحمل عنه التبعات. دي كانت رسالة الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم للظالم. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم يا دافع النقم ويا فارج الهم ويا كاشف الغم، يا أعدل من حكم ويا حسيب من ظلم، اللهم اجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك، وهب لنا غنى
لا يطغينا وصحة لا تلهينا. اللهم إني ظلمت نفسي بظلمي لغيري فتب علي يا إلهي وارحمني. اللهم لا تجعل لأهوائنا وأنفسنا الخبيثة سلطانا علينا، واجعل قلوبنا خاضعة بين يديك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي وشر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم إني أستغفرك من كل ظلم ظلمته لعبادك تعمدا أو جهلا. اللهم إني أستغفرك من كل فعل يدعو إلى غضبك أو يعرضني إلى سخطك أو يميل بي إلى ما نهيتني عنه يا أرحم الراحمين، أو يبعدني عما دعوتني إليه. وأستغفرك من الذنوب والمظالم التي لا يعلمها إلا أنت. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد أكمل مخلوقاتك وسيد أهل أرضك وسماواتك.